عاد الهدوء إلى قرية حنين التابعة لقسم أول شرطة الفيوم عقب الأحداث التي شهدت القرية صباح اليوم بعد وفاة أحد الأهالي أثناء تواجده بمنزل أحد تجار المخدرات بالقرية، والذي قام بإلقاء جثته في ترعة بحر الجبل خوفا من اتهامه بأنه السبب في وفاته لتعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة. وكان أهل قرية حنين بمدينة الفيوم قد فوجئوا بجثة بدوي والذي يبلغ من العمر 35 عاما ملقاه في ترعة بحر الجبل بالقرية. وعلم الأهالي أن المتوفي كان عند أحد تجار المخدرات بالقرية، والذي يفتتح دولاب لبيع المواد المخدرة ومعه أحد الأصدقاء أيضا. ومن هنا خرج أهل القرية صباح اليوم وقاموا بحرق منزلين لتجار المخدرات وأصحاب الدواليب للتخلص منهم ومن تجارتهم للمواد المخدرة، وانتقاما منهم لوفاة أحد أبناء القرية وإلقاء جثته في ترعة بحر الجبل عقب تناوله جرعة زائدة بمنزل تجار المخدرات بالقرية. ومن هنا انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الحماية المدنية إلى القرية، وتم إطفاء النيران بالمنزلين قبل أن تنتقل إلى باقي المنازل الأخرى. انتظروني في حلقة قادمة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.